مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي وصفات مع هاجر. اليوم جبت لكم طاجين الشوا. هذه الاكله لو كان تسيوها على بالي تولوا ما تستغناوش عليها. شوفوا معايا البنات، دوك تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. شوفوا البنات، دوك نحضر معكم اطراف تاع اللحم واطراف تاع الدجاج، وعندنا هنايا اللحم المفروم، وعندنا هنايا المرقاز، وعندنا الصدر تاع الدجاج. دوك تشوفوا معايا نتوما اشروا الصدر الدجاج واش قدرتوا، ماشي لازم تشرو مرصو تاع صدر كامل. شوفوا هاوليكم الصدر تاع الدجاج، هذا صدر تاني. دوك نوريكم كيفاش نديروا له. نحكموا كوكوطه نديروا لها الزيت دائما نقول لكم عينكم ميزانكم، ونزيدوا لهنايا مغرفه سمن كبيره، نزيدوا هنايا الزوج حبات بصل نقطعوهم شرائح، نزيدوا دوكا نديروا طرف تاع اللحم وطرف تاع الدجاج. راكم تتسالوا البنات تقولوا كيفاش نديروا طرف تاع الدجاج مع اللحم. شوفوا البنات، ديروا لهم الملح والكركم والسكنجبير وخليط الدجاج. نتوما كامل ديروا نص مغرفه صغيره خليط الدجاج. شوفوا، وعندكم هنايا ثاني نص مغرفه راس الحانوت، وعندكم الفلفل الكحل. دوك تشوفوه معايا. سمحوا لي برك راح لي المقطع تاع لي زيبيس كيفاه كنت ندير فيهم، ولا غير سمحوا لي يا البنات. شوفوا نزيدوا هنايا الفلفل الكحل اللي كنت نسيت ما درتوش ثاني نديرو. ودوكا شوفوا البنات، خلطوا القدرة وسقموا هكذا طرف تاع اللحم مع الدجاج، سووهم مليح. شوفوا البنات، لا كوكوط ما فيهاش ولا قطرة تاع الماء، فيها غير البصل والزيت والسمن. هذا ما كان. نتوما ديروها على نار هادئة، عندها زوج سوايع، نديروها زوج سوايع ونص على نار قليلة قليلة قليلة. فهمتوني؟ وكم تتسائلوا تقولوا كيفاه على نار قليلة. المهم دوك نوريلكم. شوفوا هنايا عندنا اللحم المفروم، ديروا له شويه زيت وديروا له الملح وديروا له الفلفل الاسود، احكموه خلطوه مليح. تقدروا حتى نديروا له مغرفه زبده ولا حبيتوا. شوفوا النار كيفاش راهي هادئه كما قلت لكم البنات، زوج سوايع ونص. دركا نحكموا فرماج ونقطعوه مرصوات صغار. البنات مانيش حابه نقطع عليكم لا فيديو، حبيت تشوفوه خطوه بخطوه. نحكموا اللحم المفروم. شوفوا كيفاش راني نديروه هنايا، نديروه لي بولات صغار، وتقدروا البنات ديروا صبيعتين العروسه. شوفوا هكذا البنات ديروا له. شوفوا كيفاش راني نسقم فيه. دوكا عندنا صدر تاع الدجاج نقطعوه شرائح صغار هكذا كيما راكم تشوفوا. هذه راهي مليحه خاطرش هنايا اختي راهي تقطع. شوفوا نتوما كيفاش تقطعوه هكذا، عفوا على الحس اللي راهو. شوفوا البنات، نديروا الصدر الدجاج في ريسيبيون. دوك نوري لكم واش ديروا له. نحكموا هنايا الملح، والملح دائما نقصوا. خي البنات على بالكم انا دايرين في كل حاجه الملح. عندكم الفلفل الكحل وعندكم غرفه صغيره تاع لا موطارد. نحكموهم ونخلطوهم ونحطوهم بجيه. نجيبوا مقله نديروا فيها المرقاز ونثقبوه.
شوفوا البنات انا هذه الوصفه والله ما كنت نعرفها، اختي ورتها لي، هي بدات توري لي وانايا هاني وريتها لكم. شوفوا البنات كيفاش الدجاج واللحم كيفاش طلقوا الماء تاعهم مع البصل، نحكموا طاجين شوا، الطاجين اللي نقدروا نديروه فوق الفرن. شوفوا البنات نحكموا اللحم تاعنا نستفوه كامل، ومن بعد نزيدوا هذاك البصل اللي راهو لداخل دوك تشوفوه. شوفوا هاي دارت هنايا لاصوص، دوك تزيد دير هذاك البصل، دوك ديرو كامل في الطاجين، نديرو تحت اللحم، تبعد اللحم شويه هكا. دوك تشوفوا البنات خطوه بخطوه. البنات سيو هذه الوصفه، على بالي لي تعجبكم، بسك باكم صح فيه تكاليف، فيه لحم ودجاج ومرقاز واللحم المفروم فيه الصوالح بزاف. انسان اللي ما عندوش يدير كما نقولوا لحم مرصو دجاج هكا شويه حليبه مرقاز. نتوما واش قدرتوا؟ شوفوا المرقاز كيفاش تلقى الماء تاعو، المقله نديروا فيها والو. وهنايا المقله الثانيه نديروا هكذا مغرفه كبيره تاع الزبده. شوفوا المرقاز كي طاب درنا ثاني فوق الطبق تاع طاجين شوا هكذا، ونحكموا سكالوب نديروه في المقله هكذا ونخليوه يطيب، ماشي نار قليله، النار متوسطه هكذا دوك يطيب. وعندنا هنايا اللحم المفروم، كي نحينا المرقاز مسحت انايا المقله غير بابي، ودركا درت شويه زيت في المقله ودرت اللحم المفروم تاعنا يتقلى. دوك يتقلى اللحم المفروم ويطيب السكالوب ثاني، نحكموهم ونديروهم في الطاجين تاعنا، نديروهم من فوق. شوفوا هنايا اللحم المفروم راهو طاب والسكالوب راهو طاب. شوفوا كيفاش رانا نديرو فيه. على بالي لي تعجبكم البنات الوصفه، وعلى بالي لي تسيوها، باسكو واش نقول لكم لو كان تسيوها تولوا ما تستغناوش عليها. شوفوا هنايا البنات اللحم المفروم راهو طاب، دركا ثاني نشبحوا به الطبق تاعنا. وانا خممت نقليلو شويه تاع البطاطا، دوك البطاطا اللي نقيتها وقطعتها وهنايا راهي تتقلى. حكموا الجمر يا البنات ديروه هكذا فوق الفرن وخلوه يشد روحه حتى نشعل فيه النار مليح هكذا. نجيبو ريسيبيون صغير، نجيبو هكذا طبق صغير ونديروه فوق الطبق تاعنا. دوك تشوفوه معايا هكذا. دوكا نحو الجمر اللي حكم روحو راه شعلت فيه النار مليح. انا كنت نتسائل واحد الوقت نقول لهم كيف هذا طاجين شوا، كيفاه تجي البنه تاع الشوا. راني وريت لكم، انا تعلمته وراني وريت لكم، ما حبيتش هذا لا فيديو يروح لكم، قلت لازم تشوفوه باش تتعلموه. دركا نحكموا هكذا الجمرات تاعنا فرشيطه ولا كشعفسه واحده اخرى. ارفدوا الجمر تاعكم وديروه في الطبق الصغير هكذا، وديروا في بالكم طاجين شوا راهي شعل النار من تحت، دوكا راهو يتجمر وياخذ هذيك البنه تاع الجمر. فهمتوني البنات؟ هكذا ديروه خطوه بخطوه. هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعنا طاجين شوا. نتمنى تعجبكم الوصفه، وما تنساوش بارطاجيو الوصفه مع احباباتكم مع صحاباتكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باه يوصلكم كل جديد. واش نقول لكم البنات؟ نتلاقاو في وصفات اخرى مع هاجر، مع الف سلامه.